السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مروة السمان، ودي قناة من الصعيد. ادواتي انا مقطعة بصل قطع كبيرة وحطيت عليها رشة ملح وبقلبها عشان انشفها. هعمل لكم ايه يا حبايبي؟ هعمل لكم الرز الصيادية الصعيدي المصري وصعيدي 100%. هو عبارة عن ايه؟ عن بصل وزيت ورشة ملح ورز. والبصل عادي بيبقى متقطع يا حبايبي، عادي كبير، مش فارقة، اصل هو مش طبيخ يعني، عادي. وهنا يا حبايبي انا حطيت معلقتين زيت. مش مهم يا حبايبي في القعر دوت الكرمله ديت، بالعكس احنا عايزينها عشان خاطر الرز. هقعد اقلب فيها لحد ما تاخد لون. وهنا يا حبايبي طالما وصل للون اللي انا عايزاه دوتي، هنزل عليه بالرز وهقلب فيه يا حبايبي لحد ما يتشمع وياخد لون. شايفين يا حبايبي شكل الرز حلو ازاي مع البصل؟ شايفين؟ هقلب فيه لحد ما احس ان الرز سامعين الشخوله بتاعته يتخشول كده، يبقى ليه صوت. وهنا يا حبايبي انا هحمليه، هنزل عليه بالملح وبالميه السخنه، وبسم الله. نقلب يا حبايبي، وبعد كده هو دلوقتي بيغلي. شايفين يا حبايبي اهويتي هو بيغلي، هسيبه يطيب واقلب بس الملح عشان يدوب واسيبه يستوي زي الرز العادي بالظبط. هو ده كان يا رز الصياديه. بصوا يا حبايبي بيغلي ازاي. هسيبه يغلي كده لحد ما يتشرب، وبعد كده هوطي عليه ويستوي على الهادي. شايفين هنا يا حبايبي؟ شايفين شكل الرز حلو ازاي كده؟ هو اتشرب، انا وطيت عليه وكده هيطيب على الهادي. شايفين منظر البصل؟ شايفين الكرمله بتاعته؟ في ناس بتحب تغمق اكتر من كده، لكن هو كده حلو بالنسبه لي، هو كده وسط. ده الرز الصياديه يا حبايبي بتاع الصعيد. طبعا انتوا سامعين ايه؟ صوت دواتي، ده صوت السمك. طبعا رز الصياديه بيتاكل جنبي ايه؟ بيتاكل جنبي سمك. انا هنا بجلي السمك يا حبايبي، وده كان اكلنا النهارده. ايه رايكم؟ سلام. كانت معاكم مروه السمان من الصعيد. سلام.